مساء الخير. النهارده حابه اتكلم معاكم في موضوع شائك جدا بالنسبه لنا كمرشدين سياحيين، وهو موضوع القضيه الفلسطينيه. طبعا كلنا موجوعين قوي من اللي بيحصل، وحقيقي اللي بيحصل كل يوم بيدمي قلوبنا، وكلنا تعاطف وكلنا امل كمان في تعاطف الاخرين اللي مش باستمرار بنلاقيه في شغلنا. بيجي لنا جنسيات كتيره، مش كل الجنسيات متعاطفه، مش كل الجنسيات فاهمه. فأنا بطالب حضرتك بدورك كمرشد سفير بإنك توصل الصوت، بس المهم توصله إزاي؟ يعني إيه؟ يعني إحنا علينا عبء توصيل الأمانة، اللي هو المعلومات اللي تخلي الطرف المتذبذب اللي لسه ما عندوش فكرة تامة عن القضية على الأقل أمانة الكلمة، يعني إن إحنا نقول ونوصل صوتنا وصوت الفلسطينيين اللي مش مسموع لهم صوت، وده دورنا. المهم نوصله إزاي؟ يعني أنا أعرف إن كتير مننا متحمس لدرجة الصدام والعناد مع الناس، وربما الشجار والخناق كمان، وده اتحكى لي. فده كمان اللي دفعني إن أنا أعمل الفيديو ده، لأن إحنا علينا دور بس أنت دورك دور دبلوماسي، اللي متحمس للقضية، اللي فاهم كل أبعادها، بس إزاي توصل الصوت. أدائك وطريقتك وأنت بتوصل المعلومة هو اللي هيفرق في إنك هتجيب جون أو لأ. بمعنى حضرتك لازم تتسلح بحاجتين: أولاً الصبر والديسنسي، وثانياً العلم، المعرفة. أنت كمرشد مطلوب تعرف تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي من بدايته. يعني لو حابين بعد كده نعمل حلقة عن التفاصيل كلها، ونبتدي من أرض كنعان، أرض الشتات، أرض الميعاد، كل المصطلحات اللي بتستخدم في القضية الفلسطينية بدءا من وعد بلفور، واحنا جايين كده بكل الممارسات الوحشية اللي بتحصل ضد اخواتنا في فلسطين. ممكن جدا نجهز عنها حلقة ونتكلم فيها، بس انا افضل جدا ان حضرتك كمرشد باحث قارئ مطلع دارس تاريخ انك تبقى جاهز. جالك مجموعة مع الفلسطينيين ومتعاطفين، تمام، حلو، احنا ماشيين على نفس الويد. جالك ناس مختلفة معاك، وده بيحصل طبعا. اولا ما كنش صدامي، يعني مش هيوصل حاجة. لو هو عنده قناعاته اللي تعبى بيها واللي عنده الاعلام ملاه بيها، فمش مفروض ان انا بقول لك ايه، لا انت غلط، دول وحشيين، دول بيموتوا، دول. ولا اشتغل كمان على فكرة الاستعطاف، بصوا دول بيقتلوهم، بصوا دول بيموتوا الاطفال، لانه هو اوريدي جاي بقناعات مختلفة. فانا لازم اكون ذكي وسمارت في دخلتي على الناس. يعني اذا المجموعه حتى منقسمه، فانا لازم اكون ديسنت في ازاي ادخل. لازم اكون جاهز بالتاريخ، ان انا مش بحكي في تعاطفات، انا بحكي في تاريخ. هي دي ارض مين؟ وانا بحكي ما كنش برضه صدامي، ما كنش انا واثق من نفسي، بس مش واثق من نفسي لدرجه ان اسفه اللي قدامي. لا، اديله وقته، اديله مساحته، اديله فرصته كمان انه يتكلم ويعبر عن ان اسرائيل لا، دي مش دوله احتلال، دي دوله عظيمه جدا. بص التقدم التكنولوجي اللي عندهم، انا بقول لك اللي بيحصل حتى معايا كمرشده. بص دول عاملين ازاي ودول عاملين ازاي، دول فقراء ودول ما بيعملوش ودول. فانت عندك طريقه تدخل بيها ترد، غير انتوا ما عندكوش انسانيه، انتوا مش عارف الاطفال بيموتوهم، بيدمروا المستشفيات وبيهدوا البيوت، ودي حرب اباده. ده مش دي المصطلحات اللي تكفي لمناقشه متوازنه توصل لحاجه. لازم تكون عندك انضباط في ادائك وعندك معلومات. ده اللي انا بس عايزه اقوله. ارجوك بلاش صدام، عشان انا عارفه ان في مدارس صداميه كتير مع المرشدين. فانا نصيحتي للمرشدين الجدد ونصيحتي لاخواتي اللي عندهم خبره كبيره اكبر مني بكتير قوي، ان احنا نكون هاديين، عشان ده الطريق الوحيد اللي ممكن يوصل صوتك. واشكركم.